اكيد لو مريض نفسي مش كان هيكون موجود في القوات المسلحه بيدهس اسره او يعني الكلام صعب. الواحد مش عايز يقول ايه اللي بيحصل او ايه اللي حصل بالظبط. كبرنا وفهمنا ان الكمال لله سبحانه وتعالى، وان كل قاعده في الدنيا ليها الاستثناء بتاعها. من غير ما نطول على بعض ولا نتكلم كتير، مش محتاجين نطلع ونقول او مش مستنيين الناس تطلع تقول ده عشان خاطر ضابط جيش وضابط جيش او ضابط شرطه او حاجه في الدوله فمحدش هيحاسبه. ووفروا كل السيناريوهات دي وكل الكلام ده، وما تخلوش حد يشمت لا في البلد ولا في المنظمات، في المنظمه بتاعتها، المنظمه العسكريه او منظمه الشرطه او اي منظمه او اي منظومه موجوده داخل البلد. ما تخلوش حد يشمت فينا، وحطوا كده في قواعد ثابته كده للدنيا اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها. هو الكمال لله، تمام. طيب كل حاجه في الدنيا ليها قانون، وليها ده قانون العقوبات بينص على كذا، قانون الجنايات الماده كذا في الدستور بتقول كذا، او القانون بيقول كذا والماده بتقول كذا. كل حاجه تمام ليها قانون وليها مواد، بس لازم يكون في كده استثناءات. يعني لما تلاقي حد بيغتصب ست كبيره قد امه، بيغتصب طفله، لما تلاقي واحد وواحده كانوا مرتبطين مش عارف ايه فساووا بعض فراح قتلها عشان خاطر هي مش عايزه تكمل معاه، لما تلاقي واحد ايا كان بقى، هو اكيد لو مريض نفسي مش كان هيكون موجود في القوات المسلحه بيدهس اسره او يعني الكلام صعب. الواحد مش عايز يقول ايه اللي بيحصل او ايه اللي حصل بالظبط. فلما تلاقي حاجه زي كده انت مش محتاج ترجع للقانون في حاجه، صدقني والله، عشان ما تشمتش فيك حد لا بره ولا جوه. كده احنا جوه ما حدش بيتكلم في حاجه ولا حد يقدر يتكلم في حاجه، فما تشمتش حد فيك من اللي بره. خلص، فعلا هي قولا واحدا. خلاص الراجل تبع القوات المسلحه وتبع ولابس البدله الميري، خلاص محاكمه عسكريه فوريه عاجله، لان الامر اللي حصل او الحاجه اللي حصلت دي ما حدش يرضاها على نفسه، من اصغر واحد في الدوله لحد رئيس الجمهوريه. فخلاص يبقى بسرعه كده ما حدش يطلع يقول اصله مريض نفسي واصل لو كان في ما كانش ما زمانه موجود في على ذمه الميري لحظه واحده. ففي قرارات عاجله مش محتاج انك ترجع فيها للقانون، لازم تطبق فيها الاستثناء بتاع القانون زي ما بتطبق في بعض القواضي. لازم تطبق روح القانون، اصل ده في قتل عمد وقتل غير عمد، فانت هنا مش محتاج اصلا ترجع للقانون ولا ترجع للقضيه. محاكمه عادله وعاجله، ولازم يكون عبره لغيره، لازم يكون عبره لغيره اي قواضي من هذا النوع او ما شابه ذلك. وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي احنا بقينا بنعمله والقرارات اللي بناخدها بجد ربنا يعيننا على حالنا. اقسم بالله العلي العظيم كل واحد فينا حرفيا ربنا يعينه على حاله ويشيل شيلته ويقابل بيها وجه كريم. حسبي الله ونعم الوكيل في شر انفسنا. خدوا قرار عاجل وما تشمتوش حد فيكم، الموضوع مش مستاهل ولا ينام ولا يطول حد يشيبلها على نفسه. لو اي من اصغر واحد في الدوله اكبر واحد في الدوله اعتبر ان الموضوع عنده هو في اسرته، عمر ما حد هيرضاه على نفسه. ونتمنى ما نضطرش حد يطلع يقول وان سالوك عن العدل في بلاد المسلمين فقل لهم مات عمر. العدل يطبق على الكبير والصغير، دي بتتشال، كل واحد ياخد حقه، وعند الله تجتمع العصور، وعند الله تجتمع الخصوم. حسبي الله ونعم الوكيل في شر انفسنا. صلى الله على الحبيب.